السؤال ديالك اخويا نوفل باش تولي واعر في الماط، انا غادي نقول لك كاين 4 ديال المحاور نتكلم عليهم. النقطه الاولى اخويا نوفل هي لا باز، ربما ذكرتي لا باز. الا التلميذ ما عندوش لا باز، ولا باز كيتكون اخويا نوفل في السابعه والثامنه، باش نكون واضح مع خوتي والتلميذات العزاز، راه الا السابعه والثامنه فاتك ولدي لا باز بقى واحد الاشكال. ماشي نقول لك صافي راه صافي سلم يعني فقدتي الامل، ولكن خاصك دير واحد، انا قلت لك انا مستعجلات، واحد البروغرام اللي غيكون استدراكي في العطله، غدير واحد الساعه. النقطه الثانيه خص يكون عندك واحد الكوتش اللي كيكوتشيك. حنا تنقولوا استاذ، انا نستعمل مصطلح كوتش. علاش؟ اول مرافق لا هذا بعد المصطلح ديال دابا استاذ بصفه عامه، ولكن ملي تقول مرافق قريب لك، تيكوتشيك، تعرف الاخطاء ديالك، تيمشي معاك دقه دقه، تمشي معاك كور بكور، تيمشي معاك بواحد المنهجيه علميه، تيجي امور كتطور عندك. فعندك لا باز، يكون عندك الكوتش. ثالث حاجه وانا كنقول التلميذ اللي ما عندوش الحريت اخويا نوفل، مات الحريت ارى لي لي سير، ارى لي الطحين، حنا تنتكلموا على الديسير ودينا في المسابقه، راه الهربه واحد السؤال سي سفيان اللي هو ديال العقليه ديال المتميز في الرياضيات. هاد التلميذ مثلا هو اصلا تكون طفل وغادي كيتطور الى اخره، فكيفاش يكون العقليه ديال المتميز في الرياضيات؟ السؤال هذا كان طرحته واحد التلميذه في واحد اللايف اخي نوفل، وسؤال صراحه اللي كيطرحوه بزاف ديال التلاميذ اللي مهتمين. السؤال اللي ما يقدرش اي واحد يسولك، يقول لك العقليه ديال الماض، يمكن نجيب 16 نجيب 20، ولكن تكون عندك واحد المونطاليتي ديال الانسان اللي عنده 6 سنين د الماض. شو خصنا نعرفوا بان الماض هي ماده اساسيه بالنسبه للتلميذ اللي غيمشي سيونتيفيك او غيمشي تقني او خلاص غيمشي سيونس مات. كيف ما كتعرف اخي نوفل، المعاملات غاديين كيطلعوا، يكفي ان مثلا في السابعه والثامنه المعامل تكون 5، التاسعه كيكون 3، في السادسه تولي 4، في الاولى باك عاوتاني 5 7 سيونس مات 9. فماده تستحق اننا نخصوا لها واحد الموضوع بحال هذا السؤال هذا ديال العقليه. فهمت؟ انا بالنسبه لي بالتجربه كاينين نقط اساسيه خصو توفروا مواصفات ديال هذا التلميذ اللي نقولوا عنده عقليه ديال الماض. دونك اول حاجه لابد يكون عنده لاباس، هذه ما نهضروش عليها. ونراجع هاد لاباز. هاد لاباز اخويا نوفل كتاخذوا في المدرسه، كتاخذوا في كيف كنقولوا في البحث. التلميذ كيجتهد كيقلب، ولكن في المدرسه باش ما نكذبش عليك بكل صراحه انا تنقول الدراري ما تعوش على المدرسه بزاف، وهذه رساله لاي تلميذ كيتبعنا. الا كتعول ولدي انك غادي تحكمها في الماط من خلال المدرسه، راك غلط بزاف. الا ما كنتيش كتقلب، الا ما كنتيش كتبحث اليوتيوب فيسبوك كتزيد تجتهد، عندك دير واحد كيف كنقول واحد البيئه داخل جروبات كيطيحوا لي سيري في المجموعات، كتجبد كتخدم لي زيكسيرسيس، هذه راه كلها داخله في العقليه. واش انت الا جبتي هاتف ديال التلميذ، ناخذوش التليفون ديال التلميذ، غيعكس لك واش عنده عقليه ديال الماط ولا ما عندوش. ناخذ لك دابا 2 تلاميذ اخويا نوفل، انا حتى التليفون ديال التلميذ الاول ولا شي مثال غنلقى بان التلميذ عنده عقليه ديال الماط. غتقول لي كيفاش؟ اي من التليفون غنعرف. نقول لك اول حاجه كتلقى داخل جروبات اللي ديال الخدمه، كتلقى هذا عنده جروب في الواتساب اللي فيه استاذ تيشرف عليه وفيه الخدمه، تيطيحوا لي سيري، اي سيري طاح تيخدمها، اي درس كيخدمها، داخله في العقليه. القليله كيضرب واحد 2 ديال لي سيري في الاسبوع، في كل درس تخلو يضرب سيري 2، داخله في العقليه. زيد عليها كيف ما قلت لا باز ديما خصها تكون عندك وتكون قويه، تكون قويه بزاف. هذه كلها مواصفات. نقدروا نضيفوا كذلك نقطه اللي هي الكوتشين، يكون معك البروف اللي تيكوتشيك، المرافق ديالك. الا شوف لا يؤخذ من الكتب، ما دي القاعده تنقول القاعده الفقهيه ولا القران مثلا، الانسان تحفظ القران الى اخره، فممكنش تاخذ القواعد والقران خصوصا في التعلم في الالقاء مثلا في التجويد، يمكنش انك تاخذه من القران بذاته، فكتاخذه دائما من الشيخ او من المعلم دائما خصو يلازم داك التلميذ. فاول حاجه كيفاش يتعلم الالقاء، كيفاش يتعلم المهاره ديال انه يعبر، فهادشي كامل ما يمكنش انه ياخذه من الكتب ولا من اللي يصير مثلا مباشره، فضروري خصو كما قلتي. فهنا هذه عقليه ديال التلميذ، فتقول لا انا غادي نرتبط مثلا سميتو بالتمارين ديالي مثلا وبالدروس اللي عندي، مع ذلك خصني الملازمه. لذلك جات استاذي معي، نقدر نقول لك لذلك جات استاذي معي. لا والله الناس اللي ما كانش اللي غيكوتشيك خاص مثلا استاذ، راه ماشي استاذ ديالك حصه ومشي. شوف استاذي معي راه هو تنقيروا نخدموا مع التلاميذ اخوتي راه الاسبوع كامل، التلاميذ هما حاضرين في هذا البودكاست يهبطوا لتحت وما يقولوا لك
هذه كنتكلم رساله ماشي دابا حنا نقولوا الاستاذ ماشي اي استاذ. دابا كاين واحد النوع ديال الاستاذ شنو هو المرتبط مثلا بالصدر ديالو في الشهر ولا مرتبط بالمال عموما، ما عندوش واحد الهدف اللي هو تربوي لانه هو الاساس. وذاك الهدف ديال ان ذاك الطفل واحد النهار غادي يكون في المجتمع، وخصها تكون عندك الهم. يعني الا ما كانش عند الاستاذ هم، فدائما كيشوف يعني هذاك التلميذ هي غير واحد لوبجي، اي واحد الاداه مثلا، مش انه يمشي او يتعايش مثلا في المدرسه الى اخره. ما كيشوفوش انه واحد النهار غيكون جزء من المجتمع، غادي يكون طبيب، غادي يكون استاذ، مهندس. فكيفاش الاستاذ كيفاش نوصلوا للعقليه ديال انه يكون رسالي او تكوين الاستاذ رسالي؟ نشكرك بزاف فين عرفتي علاش فكرتيني في واحد النقاط باش ما نساومش. سؤال مهم بزاف. البروف اللي تيقري الماط بعد اول حاجه بالنسبه لي يكون شي حبه الماء. شي الا كان واحد كيف ما قلتي خبزي مانيتاش نقري غير باش الصالير، في الغالب غادي يكون عندك اشكال. ثاني حاجه المواصفات ديال هذا الاستاذ هذا اللي نقولوا غير كوتش يدخلنا في العقليه. اول حاجه يكون كيجاوب على واحد السؤال مهم في كل درس. اي درس كتقرا لابد الاستاذ يجاوبك ولدي شنو هو هذا الشيء اللي كتقرا.